السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله نحل فيه امتحان من أهم الامتحانات المتوقعة بإذن الله، الامتحان الترم الثاني. حلينا امتحانات موجودة على القناة مهمة جدا جدا، لازم تراجعوها قبل الامتحان. مجمعها لكم كلها في قائمة تشغيل، هتلاقوها في قسم قائمة تشغيل على القناة. كمان هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي أول كومنت مثبت. عايزاكم تركزوا معايا كويس قوي، تكبروا الشاشة وتعلوا الجودة علشان نشوف كويس، ويلا بينا نبتدي على طول. طبعا زي ما احنا عارفين ان اول سؤال بيجينا في الامتحان هو سؤال الدايلوج. بنعمل ايه؟ لازم الاول تقرا الدايلوج كامل على بعضه علشان تفهم بيتكلم عن ايه وتعرف تجاوب صح. وفي جمله بتجيلك في الاول كده لازم تقراها كويس تفهم معناها، علشان احيانا بتكون اجابه للسؤال وكمان بتفهمك الدايلوج بيتكلم عن ايه. فبيقول لي ايه؟ an interviewer is talking to an astronaut about space، يعني محاور بيتكلم مع عالم فضاء عن الفضاء. فبيقول له ايه؟ I am glad to meet you، يعني انا سعيد لمقابلتك. How long have you been working as a space astronaut؟ يعني كام المدة اللي انت اشتغلت فيها كعالم فضاء؟ فاسترونوت قال له thanks، وبعدين قال له ايه؟ فانترفيور سأله سؤال، فاسترونوت قال له نيل أرمسترونج was the first astronaut to walk on the moon، يعني نيل أرمسترونج ده كان أول عالم فضاء يذهب للقمر أو مشي على القمر. فانترفيور قال له where do astronauts stay when they are in space، يعني أين كانوا علماء الفضاء يمكثوا أو يقعدوا يعني لما كانوا على الفضاء أو لما بيذهبوا للفضاء. فاسترونوت قال له إيه؟ انترفيور سأل سؤال، استرونوت قال له no life isn't easy on space station. فانترفيور قال له finally في النهاية what's your advice for our youth، يعني ايه هي نصيحتك لشبابنا؟ فاسترونوت قال له ايه؟ نرجع بقى من الاول تاني، بيقول له ايه؟ how long have you been working as a space astronaut؟ فقال له thanks، وطبعا هيقول له I have been working as a space astronaut، يبقى I have been working as space astronaut for مثلا 10 years، لمدة 10 سنوات. تمام. بعد كده انترفيور سأل سؤال فقال له نيل أرمسترونج was the first astronaut to walk on the moon، يبقى هو بيسأله عن مين كان أول عالم فضاء ذهب للقمر. فهنسأل ايه؟ who، ونكمل باقي السؤال was the first astronaut to walk to the moon، نكمل باقي السؤال اللي هو ده. بعد كده بيقول له where do astronauts stay when they are in space، يعني بيقعدوا فين لما بيكونوا على الفضاء. فهو قال له هنا ان الحياة مش سهلة على space station، محطة الفضاء. يبقى هما قعدوا فين؟ على مثلا they stay in، هنقول they stay، وطبعا هنجيبها في زمن المضارع البسيط لان فعل مساعد عندي do، يبقى they stay in فين بقى؟ the international space station، space station محطة الفضاء الدولية أو العالمية. طيب بعد كده بيقول لك إيه؟ الانترفيور سأل سؤال فاسترونوت قال له no life isn't easy on a space station، يبقى هو كان بيسأله هل الحياة سهلة على space station؟ يبقى is، هنسأل بإز لأنه قال no life isn't، يبقى is life easy on a space station، هل الحياة سهلة على محطة الفضاء؟ فقال له no. بعد كده بيقول له finally what's your advice for our youth، يعني ايه نصيحتك لشبابنا؟ فطبعا هيقول له مثلا work hard and never stop dreaming، ان هما يعملوا بجد وما يتوقفوش عن الحلم. فهنقول work hard and not أو never stop dreaming، لا يتوقفوا عن الحلم. وطبعا الامتحان ده بنظام البوكلت، مفروض نكتب الاجابات هنا، فانتوا بقى ايه هتعملوها في الامتحان ان شاء الله. نيجي بقى لتاني سؤال معانا، بيقول لك ايه read and complete the text with the words from the following list. فبيقول لي make يعني يصنع، answer يعني يجاوب، housework يعني اعمال منزليه، makes وhomework اللي هو الواجب، وماشين يعني آلة. فبيقول لي a robot is a special kind of a that moves and follows the instructions which come from a computer، يعني هو نوع خاص من ايه اللي بيتحرك وبيتبع تعليمات جاية من الكمبيوتر، طبعا من ماشين، من الآلات. طيب
بعد كده بيقول لك ايه some robots can help ايه cars in factories، يعني بعض الروبوتات بتساعد في ايه، في تصليح السيارات في او في صنع السيارات في الفاكتوريز، فهنقول make. طيب اخدنا make. others are used to explore dangerous places، واخرون يستخدمون لاستكشاف الاماكن الخطيره. they can help women do all the ايه، طبعا بيساعدوا او يستطيعوا ان يساعدوا النساء في كل الاعمال المنزليه، يبقى house work. also أيضا they can be used to a telephone calls، طبعا ان هما يجاوبوا او يردوا على مكالمات التليفون، يبقى answer. نيجي بقى لتالت سؤال معايا، سؤال الباسج بيقول لي read the following passage and answer the question. فبيقول لي one day يعني يوما ما a rich man decided to take his son on a trip to the country، يعني رجل غني قرر ان هو ياخد ابنه لرحلة قصيرة للريف. The rich man wanted to show his son how the poor people live، يعني الرجل الغني أراد أن يوضح لابنه كيف يعيش الناس الفقراء so that he could be thankful for their wealth، عشان عايز يكون ايه، ممتن لثروتهم. They spent 2 days on a farm of a very poor family، يعني هو قضى يومين في مزرعة رجل أو عائلة فقيرة جدا. on their way home، في طريقهم للبيت وهم راجعين المنزل يعني. the rich man asked his son، يعني سأل ابنه what do you think of our trip and what do you learn، يعني ماذا تعتقد في رحلتنا وماذا تعلمت. the son answered I saw that we have servants to serve us، يعني أنا شايف إن احنا عندنا خدم بيخدمونا but they serve others، لكن بيخدموا آخرين. we have one dog، يعني احنا عندنا كلب واحد and they have 4، وهم عندهم 4. we have electric lamps in our garden، يعني احنا عندنا مصابيح كهربائية في الحديقة بتاعتنا and they have stars at night، وهم عندهم نجوم في الليل. we buy our food، احنا بنشتري الطعام بتاعنا but they grow theirs، لكن هم بيزرعوه. we have a big pool in our garden، يعني احنا عندنا حمام سباحة كبير في حديقتنا but they have a canal that has no end، لكن هم عندهم قناة ملهاش نهاية. we have large walls to protect us، يعني احنا عندنا حوائط ضخمة لكي تحمينا but they have friends to protect them، لكن هم عندهم أصدقاء يحميهم. The son added، يعني الابن أضاف thanks dad for showing me how poor we are، يعني شكرا يا بابا ان انت وضحت لي كم نحن فقراء. نيجي بقى نشوف الأسئلة. بيقول لي ايه choose the correct answer from A B C D. number 1 بيقول لي the main idea of the passage could be، الفكرة الرئيسية للباسج ايه. The poor are sad، ولا money is useless، يعني الفلوس عديمة الفائدة، ولا it's better to be poor، يعني من الأفضل إن احنا نكون فقراء، ولا money isn't everything in life، يعني المال مش هو كل شيء في الحياة. طبعا دي الإجابة الصحيحة. number 2 بيقول لي the father wanted his son to، يعني الأب أراد ابنه learn a lesson، يتعلم درس، ولا help the rich، يساعد الأغنياء، ولا breathe fresh air، يتنفس هواء نقي، ولا have a picnic، يعني يروح نزهة. طبعا learn a lesson، إن هو يتعلم درس. بعد كده بيقول لك answer the following question. number 3 بيقول لي what does the underlined word theirs in the last paragraph refer to. نرجع تاني للباسج. عندي theirs هنا بيقول لي ايه، قال لي we buy our food، احنا بنشتري الطعام بتاعنا but they grow theirs، لكن هم بيزرعوه. يبقى theirs هنا عايدة على مين، the poor family's food، يعني الطعام بتاع الأسرة الفقيرة. يبقى هنا theirs بتعود على the poor family's food، يعني طعام الأسرة الفقيرة. number 4 بيقول لك summarize the first paragraph in one sentence of your own words، يعني عايزنا نلخص أول باراجراف في جملة واحدة من عندنا. طب تعالوا نرجع تاني لأول باراجراف. فأول باراجراف هنا بيقول لك إيه one day a rich man decided to take his son on a trip to the country. the rich man wanted to show his son how the poor people live so that he could be thankful for their wealth. طيب ممكن نلخصه في جملة واحدة من عندنا ونقول a rich man، يعني الرجل الغني took his son، يعني أخذ ابنه to the countryside، للريف to the countryside to show him، علشان يوريله ايه بقى، to
to show him how poor people live. كيف يعيش الناس الفقراء. ليه بقى hoping يعني آملا to make him إن هو يجعله to make him appreciate علشان يجعله يقدر إيه بقى their wealth الثروة بتاعتهم. Number 5 بيقولك do you think the son felt happy after that visit؟ يعني هل تعتقد ان الابن شعر بالسعادة بعد تلك الزيارة؟ why or why not؟ طبعا هو شعر بالسعادة، يبقى yes the son felt happy. طيب شعر بالسعادة ليه بقى؟ because لأنه he saw that لأنه شاف ايه بقى the poor family العائلة الفقيرة had many things يعني لديهم أشياء كثيرة that money can't buy. زي ايه بقى like nature الطبيعة. لما اتكلم عن الطبيعة ان هم عندهم كنال ولكن عندهم مثلا stars نجوم وهكذا. زي مثلا a simple peaceful life اللي هي حياة آمنة بسيطة and a simple life وحياة بسيطة. Number 6 بيقولك what might the father think after hearing his son's opinion؟ يعني ماذا اعتقد أو فكر الأب بعد سماعه لرأي ابنه؟ طبعا هو surprised اتفاجئ. ليه؟ لأنه هو كان أخد ابنه للزيارة دي علشان إيه؟ يحس بقيمة الغنى بتاعتهم ويوريه قد إيه إن في ناس poor فقراء ويحس بقيمة إيه؟ his wealth بالثروة بتاعته. طيب لكن حصل العكس لما راح هناك طبعا إيه؟ حب حياة الفقراء أفضل واعتقد أو فكر إن هما اللي فقراء وعرف إن المال مش هو كل شيء. طيب فهنجاوب إزاي بقى؟ هنقول the father might feel surprised يعني اندهش and realize وأدرك that his son إن ابنه learned تعلم a different but valuable lesson يعني تعلم درس مختلف لكنه قيم about true happiness عن السعادة الحقيقية and the money والمال isn't everything يعني هو مش كل شيء in life في الحياة. أو كمان ممكن تقول the father might feel surprised يعني اندهش and think about his son's words وفكر في كلمات ابنه because he didn't expect this answer لأنه متوقعش منه هذه الإجابة. وبس كده. نيجي بقى رابع سؤال معايا choose the correct answer. number 1 بيقول لي many ancient fossils are well at وادي الحيتان يعني الكثير من الحفريات القديمة هي إيه جيدا في وادي الحيتان. harmed يعني مؤذية أو متضررة preserved يعني محفوظة ولا damaged يعني تالفة ولا destroyed يعني مدمرة. طبعا well preserved يعني محفوظة بطريقة جيدة في وادي الحيتان. نيجي بقى number 2 بيقولك إيه is the force that attracts people and things to center of the earth يعني إيه هي القوة اللي بتجذب الناس والأشياء لمركز الأرض. لانس اللي هي عدسة جرافيتي جاذبية ساتلايت اللي هو القمر الصناعي ولا استرونوت رائد الفضاء. طبعا ده ايه جرافيتي اللي هو الجاذبية.
نمبر 3 بيقول لي the A helps us a lot to see things that are away. يعني ايه اللي بيساعدنا كتير علشان لكي نرى الاشياء بعيدا؟ ميكروسكوب ولا تلسكوب ولا ويب بيج اللي هي صفحة النت ولا روكت صاروخ؟ طبعا تلسكوب. نمبر 4 بيقول لي to change pollute into a noun delete E and add E. عشان نغير pollute يلوث لي noun لاسم هنضيف E طبعا ION ونقول pollution يعني تلوث. بعد كده بيقول لك the antonym of remote is يعني عكس remote طبعا بعيد، مع عكسها ايه؟ far بعيد ولا near قريب؟ طبعا near قريب. نمبر 6 بيقول لي she hates loud music. هي بتكره الموسيقى العالية. the word hates here means ايه؟ معنى hates likes يحب ولا dislikes؟ طبعا dislikes يعني يكره بمعنى hates. نيجي بقى الخامس سؤال معايا، بيقول لي complete the sentences with the correct form of the words between brackets. عايزنا نصحح الكلمة اللي ما بين القوسين. نمبر 1 بيقول لي the pyramids visit by thousands of tourists every year. فطبعا الجملة هنا عندي مبني للمجهول، بديل هنا بالأوبجكت. الأهرامات بتزار من آلاف السياح كل عام. مبني لمجهول every year في زمن ايه؟ المضارع البسيط. طيب بنبني المجهول في المضارع البسيط بإز أو أر والتصريف الثالث للفعل. عندي pyramids هنا جمع فهنقول are visited. نمبر 2 بيقول لي علي told us that we travel Alexandria the following week. طيب علي بيخبرنا ان هو هيزور الاسكندرية الاسبوع القادم. دي كان مفروض next week، اصلها next week، وعندي told هنا فعل القول في الماضي، يبقى هنا كان مفروض ايه؟ will travel، هنحولها ل would travel. طيب بعد كده بيقول لي in the past في الماضي people not used to have energy saving light bulbs. يعني في الماضي الناس ما كانوش مضطرين ان هم يستخدموا ايه؟ المصابيح الموفرة للطاقة. يبقى in the past يبقى هنقول didn't، هننفي في الماضي didn't use to have. ونكمل باقي الجملة. نمبر 4 بيقول لي I clean my room before I started studying. طبعا before بيجي بعدها ماضي بسيط والجزء التاني ايه؟ ماضي تام، فهنقول I had cleaned. نمبر 5 بيقول لي if he read the question well he answered it. ناخد بالنا ان read هنا في الماضي، لو كانت مضارع دي read مش read. لو كانت مضارع كنا هنضيف لها s ونقول reads عشان الفعل هنا مفرد. فده if بيجي بعدها ماضي بسيط يبقى الجزء التاني would والمصدر ونقول would answer. نيجي بقى لسادس سؤال معايا، بيقولك ايه write 110 words on the following. عن ايه بقى؟ modern life in the future، الحياة الحديثة في المستقبل. طبعا من المواضيع المهمة جدا جدا نركز عليها. هجمع لكم اهم الباراجرافات في فيديو هسيبه لكم على القناة. وبس كده يا حلوين، يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني اكتر ويوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.